أكلتنا لليوم فتة الرز أو فتة الدجاج. أكلة سريعة سهلة التحضير. بالبداية عندي نص كيلو من صدور الدجاج بسلقهم على نار وسط. بس تطلع الزفرة عندي هي بشيلها. بعدين بنضيف المطيبات: ورق غار، زنجبيل، قرنفل، هيل، وعود من القرفة. ولصوص الفتة بحتاج نص كيلو من اللبن و4 ملاعق من الطحينية السائلة، 4 ملاعق كبيرة طبعا. رشة من الملح ورشة من الكمون وعصير ليمونة و4 أسنان من الثوم المهروس. الليمون الفريش أطيب طبعا. الليمون أنا عندي حامض اكتفيت بحبة واحدة. وملعقة كبيرة من مرق الدجاج ومنحركهم. شوفوا كيف قوام الصوص عندي كتير مناسب. أنا بحب القوام يكون سميك شوي. الدجاج بيحتاج 20 دقيقة، ما بياخد وقت كتير. هون أنا عندي مستوي. عندي كاسة رز طويل مغسول بس بنزل فيها مرق الدجاج ومنملح على نار وسط. بهالوقت منفرط الدجاج. فيكن تستخدموا الشوكة وفيكن تستخدموا ايديكم. وهلأ بدنا نرتب طبقات الفتة. طبعا هي حسب الرغبة. شوفوا كيف أنا رتبتها. بالبداية طبقة من الخبز المقلي، بنزل عليها بملعقة كبيرة من مرق الدجاج تعطيها طعم كتير طيبة. بعدين طبقة من الرز. شوفوا الرز عندي ريحته كتير زكية وما في أي ريحة أو طعمة أو زنخ. بنزل بملعقة من صوص الفتة اللي عملناه كرمال ما تكون الأكلة ناشفة. بعدين بننزل بالسفن. اعملوا سبسكرايب للقناة كرمال توصلكم كل فيديوهاتنا. وهلأ بننزل بصوص الفتة كامل ومنكتر. رشة من الكمون والبابريكا ورشة من السمن. منزين بشوي من البقدونس المفروم. طبعا الأكلة ما بتكمل من دون طشة السمنة والمكسرات. مكسرات حسب الرغبة. أنا استخدمت اللوز والزبيب الأشقر. شوفوا الأكلة ما شاء الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا باللايك والاشتراك. يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة كرمال توصلكم كل فيديوهاتنا. صحتين وهنا.